بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. بسم الله تعالى بسم الله النصير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. والنهارده هيكون بعنوان الفيديو بتاعنا ازاي اذاكر في الشتاء. زي ما انتم عارفين ان الشتاء هو فصل النوم والكسل والاكل كتير، فصل البرد، وبتبدا تخش في معركه عنيفه مع السرير. يا ترى مين اللي هيكسب، انت ولا السرير؟ السرير انت طبعا يغريك بالدفى، والمكتب طبعا بيكون برد وديك ساجع، فاحيانا ممكن تفضل النوم. بس عاوز اقول لك طبعا ان اخوك دلوقتي في فتره امتحانات في الكليه، فانا سبت امتحاناتي مخصوص عشان اعمل لك الفيديو ده. فيبقى عيب عليك يا صديقي ان انت في الاخر جيت تسمعني ومفيش لايك. فين اللايك يا جيمي؟ فين اللايك والشير والسبسكرايب؟ خلي عامل المحتوى ده يوصل، خليه يوصل لكل الناس. وطبعا ما تنساناش من الاشتراك الجميل بتاعك. فيلا خلينا نكمل الفيديو. طب يا ترى اول شيء احنا المفروض نقسم ازاي، ازاي اجيب اعلى انتاجيه في الشتاء، واخلي الشتاء بدل ما هي بالنسبه لي مشكله ان انا فيها في كسل، لا اخلي فيه نشاط وحيويه. فاول شيء لازم اعرف اسباب النوم الكتير في الشتاء او اسباب الخمول والكسل. فاول شيء وهو ان قله التعرض للشمس، ده بيكون من احد الاسباب الاساسيه اللي بتخليك تنام كتير في الشتاء. لان انت جسمك طبعا زي ما انت عارف ان التعرض لضوء الشمس بيخلي جسمي يفرز هرمون السيروتونين. هرمون السيروتونين ده بيكون له دور مهم جدا في تنظيم دوره النوم، وان هو يساعدني على النشاط والحيويه وتحسين الحاله المزاجيه. ولكن لما بيكون في ضلمه كتير او برد بيبدا جسمك يفرز هرمون تاني اسمه الميلاتونين، والهرمون ده هو اللي بيكون مسؤول عن النوم. دي اول نقطه. تاني نقطه هو طبعا زي ما انت عارف ان انت جسمك في الشتاء بيستهلك طاقه كتيره، لان انت المفروض بيكون بردان، فجسمك عايز يعوض البرد ده فبيبدا ينتج طاقه، فبيستهلك الاكل اللي انت اكلته، فبيبدا يخلي الطاقه بتاعتك مستهلكه. تالت حاجه ودي الاهم، كلمه 5 دقائق. طيب في الغالب لما المنبه بتاعك بيرن او حد يجي يصحيك بتقول طب خلاص سيبني 5 دقائق وانا هصحى، وتتفاجئ ان ال5 دقائق اصبحوا ساعتين، ودي اصلا في حد ذاتها تعتبر مشكله كبيره. طب احنا دلوقتي عرفنا ايه اللي بيخليني طيب انام كتير في الشتاء، ولكن يا ترى ازاي اقدر اتغلب على المشكله دي؟ اول شيء اللي انا لو هبدا انظم يومي فالمفروض هبدا يومي بصلاه الفجر. طيب عارف ان حد هيتكلم وهيقول لي تعالى صلاه الفجر بتبقى برد. عايز اقول لك بقى هنا ان الشتاء فعلا هي اللي بتبقى تحدد مين هيكون اوائل الثانويه. عايز اقول لك ان في الشتاء لما كنت بذاكر كنت غالبا كانت ايديا دي كلها تبقى متلجه، ولو شفتني كنت بلبس ايه، كنت بلبس طبعا ايس كاب، كنت بلبس الجوينت، وكنت بلبس الشراب، وكنت بلف نفسي علشان اقدر اتدفى. وتاني حاجه عاوز اقول لك ان انت لما تبدا بصلاه الفجر يا ريت انت خلي فيه مشروب سخن جنبيك، علشان ده على فكره بيساعد ان هو يعمل لك تدفئه، عشان احنا هنتكلم ان انت اصلا محتاج تكون في بيئه دافيه. مع العلم بس ان انا ما كنتش بعمل الصراحه لنفسي اي مشروبات، بس لما كانوا في البيت بيشوفوني كنت بصعب عليهم فكانوا بيعملوا لي مشروبات سخنه يعني. فالمهم فانت اهم شيء انك تحافظ على الدفء العام، بس مش عاوزك توصل لمرحله الدفء زياده عن اللزوم. البرد كتير وحش والدفء كتير وحش، لان انت لو وصلت لمرحله ان انت اصلا ذكرت على السرير او حطيت مثلا الملايه او المفرش بتاعك فوقيك، فانت هتبدا تدفى اكتر واكتر لغايه ما تبدا تنام. ده انا دلوقتي المفروض بدات احس باحساس ان انا عايز انام او في خمول. ابدا اعمل ايه؟ لازم تبدا يا صديقي بانك تشرب كوبايه ميه، وانك تمارس رياضه. مارس رياضه خفيفه، مش هقول لك انزل الجيم ولا هقول لك مثلا هات معدات، لا انت لو نزلت عملت ضغط في تمرين على فكره برضه ممتاز اسمه تمرين بلانك، ده بيشتغل على العضلات الاساسيه في جسمك، وهو تمرين من التمرينات الثابته. هتشوف صورته هحطها لك هنا. ده انت لو عملته برضه هيكون يعني تمرين كويس. وعادي لو عملت جري في المكان، اهم شيء انك تحرك جسمك وتحرك يعني وتخلي فيه دوره دمويه تحصل علشان يبقى فيه نشاط، فتبدا تكون عندك التركيز. وعاوزك اصلا وانت بتذاكر تبعد عن السرير نهائيا. اول ما تصحى ابدا طبق السرير بتاعك ورتبه عشان ما يبقاش فيه اي فرصه انك تنام تاني. وعاوز اقول لك دايما انت اول ما تصحى على طول ما تسيبش عقلك يفكر، لان انت اصلا كلمه 5 دقايق دي عباره عن فكره سلبيه بتيجي في دماغك انك تنام، فانت ما تسمحش لمخك ان هو يديك فكره. اول ما تسمع المنبه على طول افتح عينيك وقوم. وعايز اقول لك برضو ان في الشتاء احيانا كنت كل الكلام ده ما بينفعش، فانت خلاص محتاج خطه قصوى عشان تصحى.
عاوزك هتروح على الحمام، هتفتح الحنفيه الساجه، عارف الحنفيه اللي لونها ازرق دي اللي بتنزل ميه تلج انت ما بتلمسهاش طبعا، دي انت هتفتحها وهتغسل وشك بالميه التلج. حرفيا كنت ببقى احيانا خلاص كنت ببقى خلصان وكنت ببقى عايز انام، بس كنت بفتح الميه الساقعه دي خالص وكنت بغسل وشي بيها، كنت بلاقي نفسي فقت. وعاوز اقول لك برضو ان احيانا برضو في طريقه تانية عاوز اقولها لك، دي هتفيدك ان شاء الله. لما تبدا تشعر باللي انت عايز تنام، ذاكر وانت واقف. ازاي؟ يعني انت بكل بساطه سيب المكتب وقوم وذاكر وانت ماسك الكتاب في ايديك مثلا، وتمشى في الاوضه شويه. لما تبدا تتمشى وتعمل الحركات دي هتلاقي اصلا انت جسمك اشتغل. وممكن تغير كمان وضعيه المذاكره بتاعتك، اقعد في مكان مختلف، غير وضعيه الكرسي، غير وضعيه المكتب. الحاجات دي احيانا بتؤدي ان يبقى في نشاط ويبقى في تغيير جو في جسمك، فبتبدا اللي انت جسمك يفوق. وعاوز اقول لك طبعا ان احنا التعرض للشمس ده يعتبر شيء من الاشياء المهمه برضه. يعني عاوزك تخلي مثلا ربع ساعه في اليوم، ويستحسن لو تكون هي اخر اليوم بعد العصر مثلا كده، ذاكر في ضوء الشمس. هتقول لي تذاكر فين يعني؟ عادي لو انت مثلا واحد ساكن عندك بيت فممكن تطلع على فوق سطح بيتك. لو انت ساكن في عماره لو امكن انك تطلع في البلكونه او فوق سطح العماره، هيكون فرصه كويسه جدا عشان تتعرض للشمس. وعاوز اقول لك يا صديقي برضو ان انت اهم شيء في كل الكلام اللي انا قلته ده هو الاراده. يعني احنا اول شيء طبعا دي توفيق ربنا. فانت قبل ما تذاكر دايما قول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ابدا بالدعاء ده قبل ما تذاكر، ولازم تحط في دماغك ان هو لازم يبقى في اراده. وعاوزك دايما وانت قبل ما تذاكر افتكر اللي انت واحد من دفعه 750 الف واحد طالب تقريبا. في ناس منهم بتفضل السرير. الفضل السرير ده ارتاح بس تعب، لان هو فضل السرير فما ذاكرش، فلما مش هيذاكر هيتعب. لان في الاول وفي الاخر انت الفتره دي اصلا فتره تعتبر مهمه جدا في ثانويه عامه، وخصوصا كمان انت داخل على الترم الثاني، فهتبدا تيجي عليك كميات ضخمه جدا من الماده. فانت لو ما لميتش نفسك ولميت المواد اللي عليك اول باول هتتعب. فانت دايما افتكر انت دلوقتي في معركه مع نفسك، معركه مع السرير، وفي معركه مع الشيطان. كل الناس دي عاوزاك تنام، بس انت لو عندك هدف، لو عندك حلم فعلا بتسعى له، يبقى هتنسى كل ده وهتحط كل ده على جنب. وعايز اقول لك هنا معلومه على السريع، اللي انت جسمك على فكره بيحتاج في متوسط من 6 ل 8 ساعات نوم. فلا قدر الله انت لو زودت على ال8 ساعات دي، بيبدا جسمك يبدا في دوره نوم جديده. فانت تيجي تصحى تلاقي نفسك عاوز تنام اكتر واكتر، فبيبدا جسمك يحتاج نوم تاني. بس يا ترى هل انت دلوقتي نسيت طيب وما عملتش الاشتراك بتاعك؟ يلا يا عم اشترك تحت، خلينا نكمل. فعايز اقول لك بقى في نهايه الفيديو، الطالب اللي بيصحى يذاكر في الفجر ده هو مش حابب ان هو يصحى في البرد، هو مش حابب ان هو يقعد ايديه تترعش، ولا حابب الجو العام ان هو بيكون الدنيا برد وسجع وتعب. بس هو اللي صحي ده عنده حلم، عنده هدف، عنده حاجه فعلا بيسعى لها. هو محدد انا داخل ثانويه عامه، انا ناوي نفسي ارتب على الجمهوريه، نفسي اجيب اعلى مجموع ممكن اعمل. هو داخل مش هدف سنه وخلاص، ولا يبقى انسان في ثانويه عامه وخلاص، لا، هو نفسه يجيب اعلى مجموع. فانت لو فعلا كنت نفسك تجيب اعلى مجموع ونفسك وعندك حلم تحققه، فكل التعب بيهون. وعايز اقول لك في الاخر ان كل الناس اللي جابت مجموع عالي في لحظه طلوع النتيجه، اي تعب ممكن تكون تعبته بيتنسى. والشتاء فعلا هي من اكتر الاوجات اللي بتتعب فيها كطالب ثانويه عامه. تتعب فيها انك بتقاوم البرد، تقاوم اغراءات كتير قدامك، تصحى بتلاقي السرير دفى والجو مهيأ اصلا انك تنام، بس لا، مش هنام، انا هعمل اللي عليا وهذاكر وهفضل اجتهد اكتر واكتر لغايه ما اوصل لحاجه. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا مش هفكرك ان هو كل ده عباره عن توفيق من ربنا، فاسال الله التوفيق لي ولكم في ان هو يوفقنا ونفضل نعمل ده، واللي احنا ما نكسلش، ونعوذ بالله تعالى من العجز والكسل ومن كل الصفات السيئه. فاحب اقول لك انك اجتهد وذاكر واعمل اللي عليك. طبعا لو احتجت اي حاجه مني، اي نصيحه، لو في مثلا جزئيه في المنهج اللي مش فاهمها، اي حاجه اكتب لي في التعليقات وانا مش هقصر معاك، وان شاء الله تحت امركم وهعمل لكم اي فيديو انتوا عايزينه. يا رب تكونوا استفدتوا، اتمنى لكم التوفيق. ما تنساش من لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.